قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيكم؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا ما يحرمناش منكم يا رب. ربنا يحفظك ويبارك لنا فيكم. امين. ويبارك لنا في قناة الناس يا رب. واللي بيوصلنا لقناة الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام ده حاجة كبيرة قوي 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 قوي. مين يتكلم في حق الرسول؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام هيجعله شفيع لنا يوم القيامة. حبيبي يا محمد رسول الله، شفيعي يا محمد حبيب الله. ده الرسول حاجة كبيرة 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 كبيرة. واحنا داخلين الزيارة كده الجسم بيبكي والعين بتبكي والقلب بيبكي وحاجة يعني، وربنا ينتقم من اللي يجيب سيرته. بس أنا عايز أسألك الأول، لما سمعتي الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام واللي تطاوله، كان أول ما سمعتي كان شعورك إيه؟ بكى والله بكى والله أنا ست كبيرة وحزينة، والله حزينة يعني، والله لو أشوفه قدامي لأقتله. اللي يجيب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، حد يجيب سيرة الرسول. حبيبي يا محمد رسول الله، شفيعي يا محمد حبيب الله. ده الرسول حاجة كبيرة جدا جدا جدا. كفاية إن هو بيقول يعني أمتي ليه كده بس، ليه كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على كل اللي يجيب سيرة الرسول بكل خير. احنا بنبقى داخلين كده بنزدحم في الزحمة والموت عشان بس نشوف قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا محمد حرام والله، حرام والله، حرام. ربنا ما يرضاش كده ابدا، ربنا ما يرضاش كده ابدا والله. احنا ده الرسول اللي ربنا هيجعله شفيع لنا يوم القيامة. حبيبي يا محمد يا حبيبي شفيعي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.